يا مساء الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. ايه ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ وحشتونا كتير كتير كتير. تعالوا شوفوا الدهب الاصفر ده وجماله. احلى شويه سمنه بلدي من عمايل ايديا. صليتوا بينا على النبي يا ولاد. تعالوا نشوف انا عملت الجمال ده ازاي، وازاي توفري فلوسك، وازاي تعملي حبه سمنه وتطلعي حبه مرته. السمنه شبه الدهب الاصفر بالظبط، سمنه بقري. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. وما تنسوش لو لسه جديد معانا في القناة تفعلوا زر الجرس وتضغطوا الاشتراك والكومنتات الجميلة واللايكات الحلوة بتاعتكم. جبت الحلة كده الألمونيا الجميلة دي بتاعت حماتي وحطيتها على البوتاجاز. واشتريت فضلة خيركم 6 كيلو زبدة. اشمعنى 6 كيلو يا ام عمر؟ اقول لك هما كانوا على بعضهم عند الراجل فانا خدتهم على بعضهم. زبدة بقري جميلة صفرة هي، لان الزبدة الجاموسي بتبقى لونها ايه؟ بتبقى لونها بيضة. يعني ايه؟ زي مخضر فاتح قوي قوي كده، في صدوقي فاتح. تعالوا بقى شوفوا الطريقه الجديده اللي انا عملت بيها الزبده النهارده. وحطيت الزبده على البوتاجاز. كنت الاول بسيبها على البوتاجاز بتاع تقريبا كده ايه، فضلت خيرك 12 ساعه. طبعا كتير قوي قوي ان انا اسيب الانبوبه، واحنا طبعا في البيت الجديد عندنا الانبوبه فمش هتنفع. عليت عين البوتاجاز وحطيت الزبده، وايدي واقفه بقى شغاله ما توقفيش. اهم حاجه ايدك ما توقفش من التقليب، على طول على طول على طول على طول طول ما انت واقفه. اوعي تسيبي الزبده وتمشي، انت صارفه ومكلفه. انت عارفه كيلو الزبده انت شاريه بكام؟ حافظي على شويه السمنه اللي هيطلعوا لك النهارده، ما تسيبهاش ابدا وتمشي. بصوا الجمال، دي زبده القديمه اللي كنت عاملاها ومطلعه منها السمنه. مرمله وجميله جميله جميله. شايفين بدات اللي هي الزبده تدوب معانا ازاي، والريم يطلع على الوش. خلي بالك الريم اللي طلع على الوش ده لازم كله يتشال اول باول اول باول. دي اعلى عين بوتاجاز. يعني البوتاجاز عندنا عالي جدا جدا جدا، مانيش موطياه خالص. اهم حاجه عندك المعلقه اللي في ايدك دي ما تقفش. قلبي باستمرار. وطبعا كده ولا حد يغشك، ولا حد يديكي سمنه مغشوشه، ولا حد يديكي سمنه مضاف لها سمنه عاديه، ولا اي حاجه خالص. اعملي حاجتك بنفسك وبايدك وطلعي حبه سمنه زي الفل. 100 فل و14. وزي ما احنا عارفين شهر واحد اللي هو الشهر اللي جاي ده يبقى عندك احلى شويه زبده واحلى شويه سمنه واحلى جبنه واحلى قشطه في شهر واحد. تمام. قلبي ايدك مستمره، ما توقفيش، على طول على طول على طول طول ما انت شغاله. بدأت زي ما احنا شايفين. هو عايزه اقول لكم ان هي بالظبط اخدت معايا ساعه زمن، بالظبط ساعه زمن. المشكله بقى ان وانا شغاله يا ولاد ان الانبوبه بتاعتي فصلت. تخيلوا بقى ان انبوبه البوتاجاز دي كانت كارثه لما اكون بشتغل كده وفي عز المعمعه واحنا بالليل وابو عمر نايم والانبوبه بتاعتي تفضى. شايفين بدأت تفصل حاجه بسيطه اهي، تطلع زي ما يكون السمنه على الوش. فصلت تقريبا الانبوبه وانا بتكلم، لا لسه شويه. تقلبي وايدك شغاله في التقليب على طول. عايزه اقولك ان ما تفرحيش لما تجيبي زبده وتطلع معاكي سمنه كتير قوي قوي كده، غلط. شايفين بقى ابو عمر عامل لنا ايه؟ الوصله الخطر اللي ابو عمر عاملها لنا دي كنت بوريها لكم دلوقتي. ما تفرحيش لما تطلعي سمنه كتير او زبده كتير كده، ما تفرحيش. دي بتبقى متضافه ليها شحوم وزيوت وحاجات كتير عشان تطلع معاكي سمنه كتير. وانت تفتكر بقى ان دي كلها سمنه. لا، ما تفرحيش بكده. هو الطبيعي ان انت لما تجيبي ال6 كيلو هتطلعي منهم من 3 ل3 كيلو ونص سمنه. ده المقدار الطبيعي بتاعك. شايفين السمنه بدأت تطلع عندنا على الوش ازاي؟ ايدك مستمره. ايدك مستمرة في التقليب. لو سبتيها واتحرقت عليك العوض فيها راحت فلوسك يا عبد الهادي. ايدك شغالة في التقليب ما تسكتش. طبعا الوصفة اللي ابو عمر عاملها لنا دي خطر جدا جدا جدا. زي ما انا وريتكم كده دلوقتي وانا بفتح فرن البوتاجاز ان الخرطوم بتاع الانبوبة ان شاء الله هيجي في مرة كده ويتقطع، اللي جنب ده اللي انتوا شايفينه الاحمر ده، فهو يعتبر من الحاجات الخطر. طبعا من عزم الحر بقى قعدت اشرب بقى في ميه. طول ما انا واقفه احط ميه في تلج واشرب. هو الدنيا مش حر، بس الصهد بتاع البوتاجاز والتقليب اللي شغال زي ما انا قلت لك ساعه زمن. بالظبط اخدت معايا ال6 كيلو ساعه زمن. وهقول لك في الاخر برضو طلعت معايا زبده قد ايه عشان تبقي عارفه. طبعا اهم حاجه ان انت تجيبي الزبده من حد موثوق منه، حد انت عارفاه، حد بتتعاملي معاه، حد كويس. بصي الجمال. دايما وانتي بتشتغلي حطي طبق جنبك وانتي بتقلبي الاكل اللي على البوتاجاز. مش شرط الزبده بتاعتك او السمنه. وانتي بتقلبي الاكل تحطي المعلقه فين؟ تحطي المعلقه في الطبق. وتحافظي على نظافه البوتاجاز، لان النهارده كنت غاسله البوتاجاز الصبح وانا بشتغل في الزبده دي. شايفين الطبق ده؟ شوفوا السمنه القديمه المرمله بدات تفصل. هي عندي فوق السمنه تطلع على الوش والمرته تنزل تحت. طبعا لو الزبده عندك ما هيش حادقه في الاول خالص بتزودي ايه الوقت كده في النص، بتزودي ايه نص معلقه ملح صغيره. لكن لو هي حادقه الزبده بتاعتي حادقه طبعا فانا مش بحط لها ملح.
لان كده كده في الاخر المرته بتاعتك دي بتطلع ايه، بتطلع حادقه. فالمرته لو طلعت حادقه تقدري بقى ان انت تعالجيها بقى بايه، بحبه لبن، بزبديه، بحبه طحينه، وتعملي احلى شويه مرته بقى، والمش والحاجات الحلوه ديت. شايفين ايدك ما بتقفش، على طول على طول. اوعي تروحي يمين تروحي شمال، ما تسيبيهاش. الباب بيخبط ما تفتحيش للي واقف على الباب، التليفون يرن ما ترديش ولا تقعدي ترغي في التليفون، وتسيبي الزبده بتاعتك تبوظ وتتحرق وتروح فلوسك يا عبد الهادي. زي ما قلت لك، انت واحده صارفه ومكلفه وجايبه زبده بشيء وشويات، تفضلي واقفه جنبها كده لغايه ما تخلص. تمام. صليتوا بينا على النبي يا اولاد. ايدك كده شغاله. شايفين احنا على الوش بدات السمنه تفصل ازاي؟ شوفوا في ريم، في بدأ يطلع ريم الوقت. انا هجيب حاجه كده تعتبر خلصت زي ما انتوا شايفين. بصوا، جبت جنبي حله، وهجيب حاجه اكب بيها من هنا لهنا. بصوا، دي بقى اللحظه الحاسمه بقى في الاخر بقى، ان احنا بنطلع بقى الدهب الاصفر بتاعنا ده الريم. كل ما يطلع ريم نشيله، كل ما يطلع ريم نشيله، كل ما يطلع ريم نشيله. خدي بالك في الاخر عشان ما تتحرقش منك، لو حسيتي ان هي خلصت خلاص وفصلت عن بعضها خالص، الاصفر فوق اللي هو السمنه، والابيض بتاعك تحت اللي هو المرته، هتبداي ان انت تجيبي كوبايه او اي حاجه وتعبي بيها السمنه اللي في ايدك دي في حاجه تانية. انا جبت حله هناك اهي، دلوقتي هجيب الكنكه وابدا ان انا اشيل بالكنكه واحطه، او يا اما اجيب المصفى واخدها من قصرها واصفي السمنه بتاعتي. كده كده المرته بتركز تحت في الحله الكبيره دي. بصوا، هي فجاه كده غلت معايا وطلعت لفوق لوحدها، اول مره تغلي معايا كده. بس هي كده خلاص خلصت على فكره خالص. انا طفيت البوتاجاز، قعدت اقول لها يا ستي انزلي، يا ستي انزلي، يا ست الله يهديك انزلي هتبهدلي البوتاجاز. بصوا قعدت اعمل ايه. انا طفيت البوتاجاز وجبت في ساعتها على طول قولوا معايا، جبت الكنكه كده والمصفى، وقعدت انقل من هنا لهنا، من هنا لهنا، من هنا لهنا، لغايه ما صفينا خالص وصفينا المرته بتاعتنا. وكان في شايفين لو تلاحظوا في الحله اللي هناك شويه ريم، انا جبت كل الريم ده في الاخر بالمعلقه، ما سبتوش. ما ينفعش طبعا انك تسيبي الريم. بصي الريم ده كل اللي هناك ده بيشال. وشلت الحله الكبيره من على البوتاجاز عشان الحله ما تترددش عليها والسمنه بتاعتي تتحرق. اللون الغامق دوت يا ولاد، السمنه بتسقع او بتتحط في التلاجة او بتبات لتاني يوم في البرطمانات بتاعتك، لونها بيبقى اصفر. يعني هو لونها كده مظبوط. تمام. شوفوا بدأت ان انا اطلع من الحله علشان اسيب المرته بتاعتي تحت. والله يا ولاد عملت حبه مرته. بصوا، حبه المرته دول بقى بجيب لهم كوبايه، نص لتر اللبن المغلي، احط عليهم. طبعا ابو عمر طبعا ايه لازم يدوق من هنا حبه ومن هنا حبه، يحب هو ابو عمر يدوق الحاجه اللي انا بعملها. كانت الانبوبه زي ما انتم شايفين فضت ورا اهيت، وابو عمر راكبها لنا وحط لنا الانبوبه التانية. وفض الزبده اللي بقيت الزبده اللي في الكيس، انا طلعت زبده اهيت، وانا طبعا ملبوخه عماله اشيل الريم. عشان كده ايه، هي السمنه خلصت معانا. شايفين الريم دوت، الريم ده بقيه المرته مش هيترمى. وطلعنا حبه احلى زبده، احلى سمنه من احلى زبده بلدي بقري. شفتوا الجمال. صليتوا بينا على النبي يا ولاد. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. طبعا وفري وهاتي حاجتك واعملي حاجتك في البيت ومحدش يغشك، وحاجتك تبقى تمام وزي الفل، عشان انتي واحده صارفه ومكلفه. بصوا الجمال، والله عظمه على عظمه يا ست. سلام.